خلال هذه الأوضاع التي نعيشها الآن، يعني بين حرب بين دولتين كافرتين، بين إيران الصفوية المجوس واليهود الصهاينة، بين دولة تظهر الإسلام للناس وتبطن الكفر والزندقة والخبث والحقد والكره للإسلام والمسلمين كوضع إيران، وبين دولة أخرى كافرة يعني صريحة العداء والمكر والكيد كاليهود. السؤال: ما هو الموقف الشرعي يعني في حال وقوع القتال بين دولتين معاديتين للإسلام والمسلمين؟ نتمنى ينتصر من؟ الموقف الشرعي أننا ننظر إلى المصالح الشرعية للمسلمين، وننظر يعني من هم الأقرب للإسلام ومن هم الأخطر على الأمة. فإذا وجدنا أن مصلحة المسلمين في هزيمة وإضعاف أحدهما، جاز الفرح والاستبشار بهزيمته، طبعا دون الولاء لهم أو محبتهم. وإذا لم يكن في قتال وهزيمة أحدهما يعني مصلحة شرعية للمسلمين، فإننا لا نؤيد أحد على الآخر، ولكن نفرح بهلاكهم، بل وندعو الله أن يهلكهم جميعا، يهلك الظالمين بالظالمين ويخرج أهل السنة من بينهم سالمين. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى يعني هلاك دولتين كافرتين معاديتين للإسلام والمسلمين، سلطهم الله على بعضهم، يعني كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أسأل الله العظيم أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا والمسلمين من بينهم سالمين.